في يوم من الايام لما هتتجوز وتكبر وكده، ايه الشروط الانسانه اللي انت تحب ترتبط بيها؟ يعني تكون بنت حلال تراعي ابويا وامي اهم شيء. الواحده قالت لك لا انا عايزه ابقى قاعده في بيت لوحدي ماليش دعوه باهلك. في الاول وفي الاخر يعني انا عامل حساب هيبقى ليا بيت لوحدي، بس في الاول وفي الاخر هتبقى تحت رجل ابويا وامي، لانه اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اي ماشي، حد. بس هي انسانه بتقول لك عايزه اعيش لوحدي، مش عايزه تعيش مع والدك ولا لا ما قبلش بيها، اقول لها روح لاهلك. طلعها وخلاص انا كده. عند ابويا وامي يكونوا مرتاحين احسن ما اكون انا مرتاح، لان ابويا وامي تعبوا عشان كتير، ضحوا كتير عشان. وجهه نظرها هي ان انت كده بتشغلها خدامه عندهم. لا هي غصب عنها تبقى خدام. لا مفيش حاجه اسمها تبقى خدامه. انا فاهمك، هي مش موضوع تبقى خدامه مش عشانها هي انسانه يجي بدلها 100، لانها لازم تراعي اهل جوزها. تمام ماشي، بس هي ممكن تعمل كده ذوقيا منها، لكن هي مش مجبره. لا هي مش مجبره على اي حاجه. تمام، يعني هي لو ما عملتش يبقى هي كده مالكش اي حاجه عندها. لا هي لو ما عملتش ماليش فعلا اي حاجه، بس برضك امي وابويا قبل اي شيء. ابويا وامي مرتاحين انا اكون مرتاح، لازم اخلي ابويا مرتاح وامي مرتاحه. ابويا وامي تعبوا عشان كتير، بالذات في مصر كل يوم اعمل مشكله مش عارف ايه، اعمل حادثه مش عارف ايه، ضحوا فلوس عشان انا ما يصيرليش شيء. يكون بخير في احسن حال يعني الحمد لله. انت هتعيط ولا انت؟ لا مش عيط، بس عشان ابويا وامي فوق الجميع عامه. طب خلاص ماشي يا كبير.